اوكي حبايب القلب، خلينا نشوف هذا الفيديو بعدين خلينا نحكي. فوتي حكينا نحن زلي بوس ايد امي يلا صور ولا مصور صور والله مصور تعي شوف لي اياه مصور كفي بعت لي اياه. اول شيء جماعه الخير، في شيء بينقال انه شو رفقه بهالقوارير. هي الام ما يقالوا هي لا تواخذوني على الكلام اللي راح يطلع مني، لانه عن جد هذا الشيء لازم تتحاسب عليه. اول شيء فرعون الاكبر عم بيقول لك انزلي بوسي اجري تمام لحتى يفوتك الجنه، لحتى تصيري تحت حكمه، يعني تنبسطي انه رجعك لحكمه. ما بعرف شو بدي اقول لك. وثاني شيء الحق مو بس كل الحق على الام، الحق على الجحش اللي تزوجته اللوح. وانا شفت يعني من صفحه اخباريه البنت طلعت يتيمه. يا حمار، قصه انه يتيمه شيلها على جنب، ام اولادك ومرتك انت بلا مخ دب. طبعا بمدينه حلب ما بعرف اذا في كثير من هالنماذج. هلا بده يفوت بالتعليقات يقول لي اعتبر المراه الكبيره امك او هيك نظامي، لانه الناس لما بتكون مربايه ما بتعمل هيك شيء. عم بتذل البنت ليش؟ لانه مشان ترضي عنا. مين انت؟ استوعبوا كلامي بطريقه واعيه لحتى ما تفهموا غلط. ليش؟ هذا الشيء حرام. طبعا البنت هي استحابه بدها تبوس ايد عمها او مرت عمها، او اذا غلطت بتعتذر اعتذار. بوس اجرها هي موجوده اصلا. لو هون نحن بالدول الاجنبيه فيها اذى كثير كبيره. هي الحركه هون لو صايره هون بالدول الاجنبيه، يعني انتم هلا الناس الغربيه لما بدها تترجم الفيديو تلاقي مصيبه عن جد. وانت يا لوحه بتصور مرتك كيف امك عم بتزلها نعم يضربك شدك جحش. ما بعرف شو بدي لكم غوالي، بس بعدين هي عم تتباهى انه بدها تفرشي ولا جارات الفيديو. شوفوا انا زليتها لحتى رجعتها لابني. ما لها خبر انه واحد قال يلا نشر الفيديو وصارت ترند كده. يعني هلا ما بعرف، لازم تتحاسب على هذا الشيء. اذا بالقانون او شيء لازم تتحاسب عليه، يعني شيء كثير عيب. والرسول عليه الصلاه والسلام قال اما اليتيمه فلا تقهر. البنت طلعت يتيمه. ما بعرف انتوا الشعب اللي موجود بهي البقعه اللي عنده هيك تفكير. طبعا شوفوا في امهات بتعامل مثلا البنت او الشاب اللي هن الصهر او الكنه تعاملهم مثل اولادهم. انا بتمنى منك اذا عندك ولد واحد لا تجيب غيره، لانه اذا حتجيب بنت بكره يلي حتجوزها حيزلها نفس الزله اللي زلت انت امها فيه، وبالايام حيعيروها بهذا الفيديو. فهمت يا لوح؟ لا بصور والله بصور. فهموا كلامنا بطريقه واقعيه يا جماعه الخير.